السلام عليكم. الأستاذ مصطفى نيري، كاتب عربي مغربي. أولا، إن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية تتعدى الخطوط المغربية والعربية والإسلامية. على كل ذي شرف وهمة وخلال وشجاعة وفضائل وقيم إنسانية يؤمن بها أن يساند هذا الشعوب المضطهدة المسلوبة أرضها منذ 1947 بين قوسين. سوريا محتلة أراضيها الجولان وهم تحت الأنقاض بعد الزلزال، وأتوا وقذفوهم بالقنابل ودمروا الميناء حيث يستقبلون الإعانات البشرية مع شح لها. كانت جولدا ماير رئيسة حكومتها تقول إننا اليهود شعب بلا أرض. لماذا كان الآخرون يطردونكم ولا تندمجون معهم ولا تحبون مطلقا الاحتكاك بهم؟ إننا شعب بلا أرض. وقد ناضلت في جمعيات ومجموعات إرهابية قتلوا الفلسطينيين قبل 47. بعد 47 وانهزام الجيوش المصرية في 67 73 في كل سيطروا على الجيش، وكثيرات من الضابطات الذين يقذفون المشارقة قتلا وتدميرا هم شابات بإعاز من خخامات الذين يتصورون أن الله أين ميثاق أبراهام؟ نعم، يتصورون أن الله منح لهم التفوق والفوز والانتصار على المسلمين. إجرام يومي منذ 1900 ما قبل، منذ تقريبا قرن. السوريين ما سميتو مسلوبة أرضهم وهما تحت الأنقاض ديال الزلزال وكيعجنوهم بالقنابل. اللهم، هذه قضية إنسانية. كل ذي ضمير حي إنساني في العالم يجب أن يتعاطف مع المظلومين في الشرق العربي. هذا من أساطيرهم. إنهم مختصون عالية مثل الفابيلاسيون والأساطير، ويعتبرون كما قال أحد الفرنسيين في جريدة الموند الأسبوع الماضي، يعتبرون أرضهم كل مكان حلوا به، يعتبرونها ملكيتهم الخاصة. يعتبرون القدس والخليل وغزة وسيناء وجولان، يعتبرون كل أرض استبدوا بها بقوة الضرب والتقتيل والتدمير ضد الأبرياء العزل أرض مستباحة لهم جغرافيا وبشريا وطبيعيا. هذه قضية إنسانية. بقضية هذه قضية الناس شردوا منذ 47 وهجروا من أساطيرهم إلى الخيام والصحاري، وباتوا يقذفونهم بالقنابل ويقتلونهم يوميا يقتلون الأبرياء في الشرق العربي. الخزي لأعداء الإنسانية والمجد للشرفاء الشهداء. السلام عليكم.